السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم بيتزا. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. بسم الله على بركه الله. هنا عندي في المقادير 400 غرام ديال الدقيق الفورص، 200 غرام ديال الدقيق الفينو، كندير عليهم الملح الكافي حسبته، تقريبا معلقه صغيره، كندير معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه صغيره سكر سنيده، كندير 3 معالق كبار ديال الزيت البلديه، صافي كنعجنو الكل بالماء دافي. خلط السنيده، خلط الطحين الاصفر الاول، صافي نعجنوها مزيان ما دافي، تكون العجينه رطبه. بعد ما عجنت العجينه ديالتي كما كتلاحظوا معايا كتكون عجينه رطبه، غندهنها بشويه زيت البلديه، كنديرها في البانيو بحال هكا مدهون بالزيت البلديه. صافي نغطي عليها نخليها حتى تخمر مزيان. هنايا غادي نحضروا الصلصه ديال البيتزا. بعد ما عجننا العجينه وخليناها كتخمر، هنا درت 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، خليتها كتسخن، غندير عليها فص ديال الثوم محكوك، نخليوه يتشحر شويه، وكنضيف عليه مطيشه محكوكه او مطحونه، انا هنا حكيتها. بعد ما شحرت هنايا الثومه شويه في زيت العود، غنضيف عليهم مطيشه مطحونه. هنا بعد ما شحرت الثومه مع الزيت البلديه ضفت عليهم 5 ديال المطيشات متوسطين، طحنتهم اللي ممكن تحكوهم حيت لهم القشره والزريعه. صافي طحنتهم مزيان، غنشحرها شويه حتى كتنشف شويه من الماء ديالها، وغندير لها التوابل. هنا غنضيف التوابل. هنا عندي شويه ديال الملحه حسب الذوق، شويه التحميره، شويه الابزار راس معلقه، هنا عندي شويه ديال القزبور اللي ما بغاش ما يديروش. كنخلطو كلشي. هنا كندير شويه ديال الزعتر كنحكو بالمديه، نخلط كلشي مزيان. الصلصه ديالتي بعد ما وجدات كتجي بحال هكذا عاقده، كتنشف تماما من الماء. وبغيت نقول لكم اللي عنده مطيشه حامضه يزيد عليها واحد نص معلقه صغيره ديال السكر سنيده. هي العجينه ديالتي بعد ما ارتاحت نضاعف الحجم ديالها، ولا نضغطو عليها بحال هكا. نحضروا منها كويرات. انا هنا غندير 4 كويرات متوسطين صغار. صافي كنحضر من العجينه كويرات. هنا خرجت لي 4 الكويرات، كندوزهم دقيق الفينو
بالطريقه هذه. صافي كنخليهم يرتاحوا شويه. لما كورت العجينه خليتها كترتاح. بالنسبه للعماره عندي هنايا الصلصه اللي صوبت معاكم ديال المطيشه، عندي هنا فلفله خضراء مقطعه دوائر رقيقه، شرائح ديال البصله. انا هنا كنديرهم خضرين، اللي بغى يشحرهم يشحرهم، انا كيعجبوني هكا. ممكن ديروا اللي ما كيبغيش فلفله خضراء ديروا فلفله حمراء او الصفراء او ديروهم كلهم. هنا عندي الزيتون اسود، هنا عندي طوم، وهنا عندي فرماج محكوك. مسحت ليا العجينه صافي كنقرصوها على هذا الشكل هذا. ها هي العجينه ديالتي بعد ما قرصتها غنتكها بالفورشيط، خليتها ترتاح واحد 5 دقائق تقريبا. صافي غادي نتكها بالفورشيط. ندهنها بلا صوص. نديرو شويه الفرماج. هنا خلطت الفرماج موتزاريلا مع فرماج حمر. كنديرو البصله اختياريه، اللي مبغاش ما يديرهاش. كنديرو الفلفله، كنديرو الثوم، كنديرو الفرماج، كندخلوها الفران يكون سخون من قبل، كنديرها الفوق والعافيه من التحت حتى كطيب. صافي كنهبطها لتحت غير شويه، ما تغفلوش عليها غير شويه، غير تحمر لها شويه الوجه ديالها. صافي كنخرجوها. وها هي البيتزا ديالتي بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، والى عجبتكم القناه ما تنساش تشاركوا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.